صباح الخير. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه مع بعض هو بخصوص الفيسبوك. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نزود عدد المعجبين في الصفحة العامة بتاعتنا على الفيسبوك. طبعا احنا كنا اتكلمنا في موضوع مشابه للموضوع بتاع النهاردة قبل كده، بس كان باستخدام موقع تاني اسمه ادمي فاست. طبعا احنا طرحنا الشرح دوت هتلاقيه موجود على القناة بتاعتنا في اليوتيوب او على الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك. بس في بعض المستخدمين واجهوا بعض المشاكل في الموضوع الاولاني، منها ان هو مش عارف يسجل على الموقع. دي كانت مشكلة كبيرة جدا. تاني مشكلة ان هو كل ما بيجي يسجل الصفحة بتاعته بيقوله ان هي متواجدة قبل كده. تالت مشكلة ان هو معظم المعجبين اللي بتيجي من على الموقع بتكون معجبين اجانب مش عرب. النهاردة هنتكلم في موضوع شبيه برضو بالموضوع دوت، بس هنستخدم الفكرة بشكل تاني. خلينا نخش في الموضوع بتاعنا على طول، وهنروح النهاردة نستخدم موقع اسمه ميزو دوت مي. تقدر توقف الفيديو وتكتب اسم الموقع. طبعا الموقع زي ما انتم شايفين الواجهة بتاعته عربي، تقدر تغيرها من تحت هنا لو عاوزها بأي لغة انت عاوزها. بعد كده هنخش مباشرة في التسجيل. هتضغط من هنا مباشرة على كلمة تسجيل عضو جديد، هتضغط عليها. طبعا التسجيل سهل جدا وبسيط جدا. انت هنا هتدخل الاسم، دخل اي اسم. بعد كده هتضغط على هنا وتدخل البريد الالكتروني بتاعك عشان هيبعت لك عليه رسالة تفعيل، وهنا كلمة السر، وهتعيد هنا كلمة السر. هتختار الجنس من هنا ذكر ولا انثى، ومن هنا الدولة بتاعتك تقدر تختارها بكل بساطة. بعد كده هتدخل الكلمة اللي موجودة في المربع اللي قدامك. معرفتش تكتبها هتعمل ريفرش هنا بحيث ان هو يغيرها لك ويجيب لك كلمة غيرها. بعد كده هو بيقول لك سبسكرايب تو نيوز ليتر، يعني لو انت عاوز تتابع المستجدات بتاعة الموقع. لو ضغطت نعم هيبعت لك على الايميل، لو ضغطت لا مش هيبعت لك حاجة. وبعد ما تخلص خالص كل اللي انت هتعمله هتضغط على كلمة تأكيد. بعد كده المفروض ان انت هترجع على الواجهة الرئيسية. هتوصلك انا اسف ايميل على الايميل بتاعك. لازم تفتح الرسالة وهتلاقي جواها زي رابط هتضغط عليها هيقولك تم التفعيل وبنجاح. بعد كده المفروض ان انت هتيجي هنا هتدخل الاسم اللي انت سجلت بيه، وبعد كده هتدخل الباسورد وهتعمل عملية تسجيل دخول. زي ما انت شايفين بعد ما عملت عملية تسجيل الدخول بكل بساطة انت ديت الواجهة الرئيسية بتاعتك. خلينا ناخدها بسرعة من على الشمال. الشمال هنا فيه التحكم بالحساب، فيه هنا ان انت تقدر تعمل اضافة صفحة. لو انت طبعا اول ما هتخش عاوز تزود المعجبين بتوع الصفحة بتاعتك فلازم تضيف الصفحة بتاعتك، فتعمل اضافة صفحة او رابط. بعد كده هنا هتدخل اسم نوع الإضافة ايه اللي انت عاوزها. في الأول أنا عاوز طبعا لايكس للصفحة بتاعتي، وهنا عاوز الرابط بتاع الصفحة بتاعتك هتحطه كامل، وتأكد ان انت مسحت ال HTTP ال HTTP ديت مسحتها وحطيت الرابط بتاعك كامل. بعد كده هتكتب هنا وصف للصفحة بتاعتك ما يتعداش زي ما هو كاتب لك الكلمتين ان انت تكتب فيها اي وقت. هنا بقى ديت حاجة مهمة جدا، النقاط اللي هيعمل لايك للصفحة بتاعتك ياخدها. هي ديت فكرة الموقع اللي مبني عليها. انه هنا انت هنا زي ما انتم شايفين انا اول ما سجلت عطاني 4 نقط، فانا طبعا هخش دلوقتي هوريكم ان انا ممكن اعمل لايك لصفحة فيديني 4 نقط. في صفحات بتعرض ان هو لو انا عملت 2 يبقى انا اللي هيعمل لايك للصفحة بتاعتي هياخد نقطتين. طبعا انت كل ما بتعلي في النقط كل ما كانت فرصة الناس تعمل لك لايك، لان الناس عاوزة تجمع ايه، عايزة تجمع نقط. فانت كل ما تعلي النقط بتاعتك كل ما الناس هتعمل لك لايك على الصفحة اكتر. بعد ما بتخلص وبتختار عدد النقط، ولنفترض ان هو انا اخترته 5، بعمل اضافة صفحة. الصفحة بتاعتي بتضاف مباشرة. طب انا عاوز اروح بقى اجيب نقط، بجيبها منين بقى؟ هو بيديك كذا اختيار ان انت تجيب منه النقط. فلنفترض ان انا هاخد الفيسبوك اول حاجة اللي هي اللايكس. اول ما بتخش عليها زي ما انتم شايفين بيبتدي بقى في صفحات موجودة. فانت الصفحة ديت مثلا لو انا عملت لها لايك هاخد كام؟ 6 نقط. لو الصفحة دي عملت لها مثلا لايك هاخد كام؟ 4 نقط. طب في صفحة هنا لو عملت لها لايك هاخد كام؟ 3 نقط. ممكن تعمل تجاهل بحيث ان هي تتجاهل الصفحة ديت من المجموعة اللي موجودة قدامك. طبعا تقدر تعمل لايك لويب سايتس لمواقع زي ما انتم شايفين برضو تاخد نقط. تقدر تعمل لايكس لفوتو يعني اعجابات للصور برضو تاخد نقط عليها. طبعا خلينا احنا في الصفحة بتاعة الفيس الفان بيج مثلا، وانا نفترض ان انا هاخد الصفحة ديت. اول ما بتضغط عليها كلمة لايك بيحولك مباشرة بيفتح الحساب بتاع الفيسبوك، ولازم يطلب منك ان انت تعدي في الحساب بتاع الفيسبوك بتاعك. زي ما انتم شايفين اهي ديت الصفحة فتحت الصفحة ديت. فانت بعد ما بتعمل لايك لازم تعمل لايك للصفحة. بعد ما بتعمل لها لايك آه
بيبتدي هنا عدد النقط بتاعتها الستة دول هتلاقيهم بقوا 10 مباشرة. طيب كده احنا خلصنا. طبعا انت ممكن مثلا تجيب مثلا من اليوتيوب لايكس، لو انا ضغطت عليها من هنا هتلاقي ان انت برضو تقدر تعمل لايكس لحاجات وتاخد عليها طبعا نقط. هي تقريبا اكتر نقط موجودة هتلاقيها فين؟ في الفيسبوك لايك. طيب خلينا ناخد من هنا بقى ان في هنا مثلا النقاط اليومية. النقاط اليومية ديت هو بيديك 100 نقطة يومية، بس بشرط ان انت يكون على الاقل عندك 75 تبادل، يعني 75 اعجاب خمسة. انا ما جربتش بصراحة، بس انت المفروض يكون عندك على الاقل 75 تبادلات عشان تقدر تاخد ال 100 نقطة اليومية بتوعك. طبعا في عضويات مميزة وعضويات عادية، احنا اللي اشتركنا بيها دي عضوية عادية. العضوية المميزة تقدر تاخد 200 نقطة مجانية. وطبعا تقدر تحدد زي ما انتوا فاكرين، انا كنت عامل الصفحة بتاعتي ان اللي يعمل لها اعجاب ياخد كام؟ ياخد 5 نقط. لكن دوت الحد الأقصى في العضوية المجانية. الحد الأقصى في العضوية المميزة طبعا تقدر تعمله 10 نقط. بس طبعا العضوية المميزة ديت بفلوس، زي ما انتم شايفين هنا ال7 أيام ب4 دولار. وفي طبعا لو خدت السنة ب100 دولار. طبعا انت زي ما تحب. طبعا تقدر برضو تشتري نقط من هنا. عندك مثلا هنا 300 نقطة ب3 دولار، وعندك ال500 نقطة ب4 دولار، وهكذا. طبعا عاوز تجمع بيه الطريقة الاعتيادية المجانية زي ما فهمتكم، ان انت بتفتح. هو هنا الموقع مش بيسطب عندك برنامج او حاجة، انت بتفتح الصفحة بتعمل لها لايك، بعد ما بتعمل لها لايك بيبتدي يضيف عندك فين؟ النقط. طيب احنا كده خلصنا مبدئيا الشغل النهائي بتاع الصفحة. فهمنا ان احنا نسجل فيه بطريقة سهلة، وبعد كده بتضيف الصفحة بتاعتك عن طريق اضافة صفحة. بعد كده بتبتدي تعمل لايكس عادية للصفحات ديت. طيب واحد هيجي يسألني يقول لي طب لو انا عملت لايك لصفحة وخدت النقط ودخلت بعد كده لغيت الاعجاب في الصفحة ديت، هل النقط بتاعتي هتضيع؟ لا مش هتضيع. انت مجرد ان انت عملت لايك للصفحة هتاخد النقط بتاعتها. بعد كده عاوز تلغي الاعجاب لو الصفحة ما عجبتكش، ان هي هتبقى حاجة بسيطة. هو ما بيسطبش عندك برنامج زي فكرة الموقع الاولاني ويبتدي يعمل لايكس من غير ما انت تبقى عارف. لا، انت عملت لايك للصفحة هتبتدي تاخد نقط. الموقع مميز ان انت معظم الصفحات اللي هتلاقيها هنا هتلاقيهم الناس عرب مضيفينها، فانت معظم الاعجابات اللي هتجيلك برضو من ناس عرب. ما تنسوش تابعونا على الصفحة بتاعتنا اللي كان دايما الاسم بتاعها بيظهر قدامكم. عاوز انوه على حاجة في اخر الفيديو مهمة جدا. انا مش مسؤول عن الموضوع دوت نهائي. في صفحات كتير بتتقفل دلوقتي لان الفيسبوك محدد سياسة انه محدش يشتري اعجابات بطريقة غير شرعية، او الاعجابات اللي عندك دي تكون اعجابات مزيفة. كتير من الناس الصفحات بتاعتهم اتمنعت من النشر، وبتجيلهم رسالة يقوله ان الصفحة بتاعتك ممنوعة من النشر، مش هتنشر تاني، بسبب ان هو بيستخدم طرق غير شرعية في تزوين، في ان هو يزود المعجبين بتاعت الصفحات بتاعتهم. انا شخصيا انا ما بستخدمش الطرق دي خالص، لا الطريقة الاولانية اللي انا عرضتها ولا الطريقة اللي انا بشرحها لكم ديت. لان انا عاوز اللي يعجب بالصفحة بتاعتي يكون هو داخل فعلا عاوز يستفاد في الصفحة. لكن انا عملت الشرح دوت عشان الناس كتير اللي بتسأل وبتقول انا عاوز طريقة ان انا اعرف ازود بيها المعجبين بتوع الصفحة بتاعتي. ما تنسوش تتابعونا، استنونا في مواضيع تانية خاصة بالفيس وفي كل حاجة على الصفحة بتاعتنا، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.